الأخ مختار بالدار البيضاء تسلم الدعوة وقبلها، وبتصور أنه صار بالخارج ناطر لحتى نقول له يتفضل. بس بحب ذكركم قبل القصة أنه السيدة رشيدة زوجته السابقة للمختار كانوا مزوجين على مدى سنتين، حاولوا ينجبوا أطفال وهي بتحبه لزوجها وبدها تجيب له ولد، بس ما توفقوا. وقال الطبيب انه المشكله عندك انت. راحت لعند، بتقول هي طبيب اعشاب، هلا زوجها بده يقول انه مشعوذ. راحت جابت اعشاب، خلطه اعشاب عشان يشربوها. شربوها اثنين، بس هي ما قالت له انه هيدي اعشاب من اجل الانجاب. يعني تسمم الرجال. اجى على البيت لقى انه في اعشاب ومش عارف شو مشعوذين. قالوا الطبيب هيدي اعشاب من عند المشعوذين. اعتقد انه رشيدة بدها تقتله، لذلك طلقها وقلهم سنتين مطلقين. هلا اني رشيدة بدها تحاول تستعيد زوجها. بنشوف، الله يوفقها، ان شاء الله تنجح، وان شاء الله ننجح نحن كمان معها. بس بدنا نرحب بالاول بالمختار. اهلا بالمختار. اهلا حبيبي. اهلا ازيك؟ اهلا بخير. انا منور والله معك، والله العظيم. والله شرفت. السلام عليكم. تفضل تفضل حبيبي، تفضل. بسم الله. تفضل تفضل. الحمد لله. جاي بالابيض كده، بدا الحر في عريس والله، عريس. عريس يا ريت ان شاء الله. الحمد لله. ان شاء الله ان شاء الله ترجع من هون عريس. اللهم امين ان شاء الله. ان شاء الله. انت تحت نصيبك ولا كيف؟ ايه تحت نصيبك يعني انت في حد يعني بدك تتزوج ولا؟ ان شاء الله مصرية ان شاء الله. مصرية ان شاء الله. والله منك هي. تقبل علي. منك هي ان شاء الله. يا اهلا فيك. اهلا بالمختار. مختار شو بتشتغل حضرتك؟ انا عامل. وماشي الحال، مبسوط الحمد لله. حياة كويسة. احمد الله واشكره، الحمد لله. طمني المغرب، انا بحب كثير المغرب واهل المغرب الطيبين. وانت منور حبايبي والله. والله. احنا نحبك والله، والله احنا. انا ما كانش عنك حبيبي، الله يخليك. ان شاء الله. ان شاء الله. ليك حبيب قلبي. بس بدي اقول لك شغله، هذا البرنامج هدفه انساني ان شاء الله. يعني طبعا مش حنطلب منك مساعدات خيريه لجمعيات خيريه. نحن انا نور والله. ايه لا، انت اسلمتك وبين عليك انك انسان طيب. شكرا. وانسان قلبك على كفك. البرنامج هذا هدفه اجتماعي، وعادة مش أنا اللي بدعي، بيكون في شخص آخر دعي، بس بواسطتي أنا، عبري أنا. قبل كل شيء لازم تعرف مين دعاك. بدك تشوف مين دعاك؟ ما كرهتش. ما تكرهش. طلع بالشاشة هنا. غير وجهك تمام. اروح. خلص. لا اروح. طيب اسمع، خليني احكي انا وياك شوي. لا اروح والله. طيب اسمع، بدي لا احكي. اروح. انا بدي احكي انا وياك قبل. راح تروح. هلا بتروح خيي، اقعد شوي. هلا بتروح. ما هلا انا اسف والله. شفناك نحن. اقعد. هلا اقعد شوي. انا بدي احكي انا وياك. بدي احكي انا وياك في قصة. يعني الست زوجتك السابقة هي طلبت الدعوة. طبعا طلبت الدعوة محبتها لك، يعني مش طالب الدعوة لأنه عايزة تعذبك من المغرب وتجيبك لهنا. بس أنا عرفت القصة، أنا عارف اللي حصل. اللي ما بعرف الخطأ على مين، بس بعتقد أنه أساسه كله مبني على الحب. عم تسمعني؟ ايوه اسمع. طيب مختار، هيدي الست بعثت لك رسالة، راح بقرا لك اياها انا. بعدين بتقرر يا سيدي. ما نحن شفناك لسه واصل من الدار البيضاء، يعني بعد ما حكينا. لا عشان ما تعرفش. طيب عرفت القصة انا. هلا بعدين بحكي انا وياك، بس خليني اقرا لك الرسالة بالاول. اوكي يا سيدي، بهالرسالة بتقول لك الست رشيدة، بتقول لك زوجي الحبيب مختار، أخاطبك بزوجي لأنني لا أعتبر طلاقنا حدث، ولأنني لم أحب غيرك ولن أحب سواك. كلام والله كلام. يا مختار، أنا أعرف أنني أخطأت وكنت أفقدك، لكنني لم أفعل ذلك سوى لأنني أحبك وأتمنى رضاك. كنت دائما لي نعم الزوج ونعم الحبيب،
ولم أكن أريد سوى أن أنجب منك طفلا، ولهذا تسرعت وفعلت ما فعلت. يا مختار، كل ليلة أتذكر ما كان بيننا، ولا أستطيع أن أكمل حياتي بدونك، ولا أعتقد هذا كلام أنك ستكسر بخاطر حبيبتك التي جاءت إلى هذا البرنامج لتقول أمام الجميع أنها تحبك وأنها تريد العودة إليك. فسامحني أرجوك، والمسامح كريم. هاي رسالتك. طيب أنت شو ما أخذك عليها؟ ليه غضبان عليها هلا؟ دابا انا ما كنتش كده. انا دابا الوقت الله وليت شويه. انا كنت كده. ليه؟ علاش كنت ضعيف يعني؟ الحمد لله عندي صور. كنت سميت عارف نسميتهم، كنت نجيب لك صور. يعني بعد ما تزوجت نزل وزنك؟ هو ما عرفتش ليه انا بيع السحر ليه؟ سحر ما عرفتش ليه. في مشعوذين، في سحرة. انا عايز ميه. جيبوا لنا ميه يا شباب. تعال خليك معلش، خليك قاعد. دايخ؟ حسيت بشي؟ تعبان؟ يلا ميه يا شباب. خليها جنبه. سخنت والله. مختار، ريح شوي. نحن مش جايبينك حتى نغلبك ونعذبك ونأذيك يعني، لا بالعكس. انا بدي اياك تكون مرتاح، وهيدي فرصة اول شيء انه تعرفنا. وانت هيك انا سعيد والله، والله سعيد وسعيد بكل مصري هنا والله احبكم. جايب لنا معك، ولكن ما كنتش عارف. جايب لنا معك ريحة المغرب. انا بعتذر، هذا البرنامج هيك، انا بعتذر عن جد. اخوان اللي هون اللي كيقولوا ما كاين سحر، كاين سحر. ايه كاين سحر. لا، والله في ناس بيامنوا بالسحر. وانا بعرف يعني حولي في ناس بيامنوا بالسحر وبالسحرة وباللي بيعرفوا بالغيب ومش عارف شو بالمنجمين بس انا شخصيا ما بامن، اقول لك بصراحه يعني. واللي بيكون ما بيامن بهذه الامور بيبقى عنده مناعه، بس اللي بيكون ضعيف بيستسلم. الاعشاب بتاثر عليه، والمش عارف، والشعوذات بتاثر عليه. انتم بالمغرب على كل حال شائعه الامور كثير في المغرب اكثر من غير دول. موجود عندكم هذا الامر من السحر يعني. احنا ما بيقولوا عمل له عمل وعملت له عمل ومش عارف ايه. انت شاكك انه عملت لك عمل يعني؟ ما عرفتش. انا تقدر واش بغات باش نولي نحبها. انا كنت نبغيها، ما كنت حتى حاجه ما. نعم. خاصها اي حاجه تنجيبها. نعم. انت اللي بغيت تنخرجوا تنسميتو. نعم. لكن باش تنحس راسي بس حسيت الحمد لله. طيب شو صار معك؟ قصه طبيب قال هي راحت لعند طبيب اعشاب وصف لها مشان الانجاب يعني. انت تسممت. رحنا موقع بانل. دزنا عامين ما ولدناش. نعم. الحمد لله داكشي ديال الله. نعم. قلت لها ما يهمش، نروحوا عند الطبيب نشوفوا شويه. قالت لي قلت لها ما يهمش. انت ما تجيش وليد ان شاء الله، لا بغى الله نشوفوا عاوتاني طبيب اخر شويه بشويه. ولكن مع الوقت شفت راسي ما عرفتش، وليت نتعصب. ثاني دابا انا عندي اسبرين خصني ضروري ناكل ديما. عصافي. دابا الحمد لله شويه انا رجعت. قلت لك كنت شهور كذا شعري كان والله. وهذا تقول له من تاثير ما عرفتش والله. انت حاسس انه في شيء قوه اقوى منك عم تاثر عليك؟ ما عرفتش. دابا ميت. طيب ليك مختار، بس هي قالت راحت لعند طبيب اعشاب مش عند مشعوذ. انت شو بتعتقد؟ طيب بس انت جيت على البيت اكتشفت انه في اعشاب. مشاوذ. انا نقدر ان اكل. لان ما يقدرش طبيب يعطيك فيتامين. حاجه مزيانه. نعم. ولكن يعطيك مقويك مش يضعفك. انا اعشاب برجع. ما تتراجع. صحتك مع اصدقائي كلمه واحده اثنين. مختار، انا بس بدي اطلب منك انا دلوقتي معصب بموتي عليك. بس خليها تتكلم نسمع شو بدها تقول لك. اوكي تفضلي.
ست رشيدة هو موجود، معانا المختار، وشفتي الصدمة الكبيرة اللي صدمها، بقى انأذى. إذا بتريدي كوني صريحة وواضحة معه وعلي صوتك. أنا صريحة كثير. أنا ما الشكوك ديالك هي اللي خلاتك دير بحال هكا. أنا نيت ما كنآمنش بالشعوذة، وأنا إلا قلت له راني مشيت عند طب الأعشاب ما غاديش يبغي يشرب لي هاد الخلطة، لأنني أنا شربتها وما بنيش نأذيه، لأنني كنبغيه وباقا كنبغيه وما عمرني ما غادي. كلام والله كلام ما في نبقى نتكلم على بعض. كذب والله كذب. ما نكذبش عليك والله كذب والله ما في انت. انا ما كنامنش انا كاع بالشعوذه نهائيا. انا ما قصدتش، انا بغيت غير ما الطبيب ما قداش ليا، قلت نشوف طب الاعشاب يمكن يكون شي حاجه، لان بزاف الناس وصفوا لي هذا السيد هذا في المغرب وقال لك هذه الاعشاب راه كتساعد، لانني انا اللي عندي المشكل ماشي هو. ومع هذا ماشي. بس انت عملتي هالشيء مش بسوء نيه، انت عملتي هالشيء مشان تنجبي له ولد ويكون عنده ولد ويفرح بالاولاد، مش هيك؟ لازم تقولي له. سامع يا مختار؟ يعني الست اكيد يعني مش عملتها عشان تاذيك، عملتها لانه شايفتك بتحب الاولاد، بدك ولد، والمشكله الله عندها يريد الله يريد اولاد. صحيح. مرحبا باولاد. لا يريد اولاد الحمد لله. حبك ترضيك. لا ارتديني باكل غير بسحر هي بتقول باعشاب مسمه. بتقول شراب قال اعطتك زي الشاي. ما عرفتش والله واش في شراب ولا في اكل ولا في طيب ولا يا رشيدة، الرجل يعني اخذ المسألة بشكل جدي، يعني تضرر وانزعج ومرض وتسمم، عم تحطي له شيء بالاكل كنت؟ لا احنا الخلطه راه ماشي بزاف، كنا كناخذ غير شويه، ماشي انا نيت كنت نشرب، ماشي غير هو اثرت عليه، يمكن عنده شي مشكل. ايه بس هو بيقول لي انه كان من وقت ما تزوجي كان ضعيف، مسموم، ما عنده صحة. شو سبب هالشيء؟ كنت ملاحظة هالشيء انت؟ لا كان صحته منيحة، اللي كان شعره طويل وكان هو اي واحد راه يهبط له شعره، هذا ماشي بسبب. بس كان ضعيف، هزيل، كان يعني كان حاسس صحته مش كويسة. مرة كيغلط، مرة تيضعف، مرة بحسب. طيب قولي له هلا شو بدك منه لمختار؟ انا كنطلب منه السماحة يسمح لي، وانا كنبغيه بزاف وما نقدرش هذا الوقت كله اللي وانا بعيدة عليه. انا بدي روح. هلا بتروح انت، ما حدا جابرك على شيء، يعني رح تروح، بس انه انت خلص سكرت الباب، قفلت الباب، مش حبيبي والله العظيم. نعم. كنت ترى لك اللي ترى لي انا تقدر تقتل. انا حد الان ما درت حتى حاجه وحده لا صافي. ما علمتها في كلام، ما علمتها بضرب، لا حاجه ابدا. كل معلمه طيبه درجه. نعم. بس يعني انت وصلت بانهيار عصبي؟ كان انهيار عصبي. انا كنت انهيار عصبي، وامي الله يرحمها كانت معايا، شافتني كوكا طاحت هي مريضه وزيت. الله يرحمها. ما بدك ترجع التجربه هذه بقى؟ لا بس خلص انا ابقى مع ابني. يعني انت مرتاح هيك؟ ابقى مع ابني المراه الاولى. المراه الاولى طلقتها ودي المره الثانيه، وابني انا ابقى مع ابني احسن. وانه مرتاح هيك يعني. مرتاح احسن. ما هو بالنتيجه قرارك حبيبي. انا ما نحن بنحاول انه نوصل ذات البين، بنحاول انه نرجع العائلات تنجمع سوا. ربنا يسامحك. انا ربنا يسامحك، يسامح كل واحد. ده بس انت مش رح تسامح. ربنا يسامحك. ولا رح ترجع له؟ لا ما يتجوز ولا هنا ولا في العالم كامل. إذا كان حب كذا. طيب ليك؟ انا هلا قلت حتاخذ واحدة مصرية؟ لا لكن سحر ما بي فيه والله.
طيب نحن ما فيش سحر. لا. انا بدي اياك بدي منك شغله. نحن والله حبيناك. والله انا احبك كويس والله. حبيناك نحن كلنا هنا في هذه المجموعه كلها، الاستوديو كله، اكيد المشاهدين عم بيشوفوك على الشاشه حبوك. نحن ما فينا نوقف بوجه ارادتك. انت في سحر، مؤمن انه في سحر، خايف من السحر، يمكن يكون في سحر ما بعرف، بس على كل حال ما فينا نجبرك. نحن مش حابينك تمشي، مش معناتها لازم تصلحها، لا، مش حابينك تمشي لانك انسان لطيف، انسان طيب. صمت 6 شهور، انتبه 6 شهور. نعم. باش احيد علي واطلب الله يعاوني. الحمد لله 6 شهور. الحمد لله. 6 شهور وانت طلعت من هالمسألة. الحمد لله. انا بدي اياك تستمر هيك، ضلك قوي. الحمد سامع؟ وعلى كل حال بدك تمشي. شو بدنا نعمل؟ مش حتسامح، ما فينا نجبرك ولا نلزمك. انا مسامح. واعذرني اذا كان جيت. عني. هات لبوسك. شكرا. وشكرا لك. شكرا. والله بيحرجوني بهالبرنامج انه نحاول. طيب حاولنا يا ست رشيدة، انت مش مخطئة بعرف. الرجل عنده هاجس انه في سحر وهربان من السحر، هربان منك ومن السحر. ما تلومي، انت حاولتي، انا بتشكرك على ثقتك، انما ما فينا نلزمه ونجبره الرجال. هو دابا لانه هو واضح انه متوتر جدا. ايوه متوتر. السحر يوتر الناس، في ناس بيآمنوا بالسحر بيتوتروا. لا الشكوك ديالو والشكوك مش بس ديالو، ما انتم في سحر بالمغرب. السحر في العالم كامل. في مصر، في سوريا، في شو كان بدك بهالقصه انت؟ لا انا ما عنديش اعشاب وما اعشاب وما لا اعشاب. اعشاب راس رب، حتى انا ما يمكنش نادي هو ونادي تا راسي. على كل حال انا بعتذر، بتاسف يعني انه ما قدرت، ما نجحنا، لانه واضح انه الرجال ما فينا نضغط عليه اكثر. يعني شرب مي وعرق وشوي كان اغمي عليه. هو مرتبك وراه صوت طبيب نفساني ماشي. طبعا مرتبك. والسحر يربك الناس. في ناس اللي بيؤمنون بالسحر. دابا انت ما تخافش يا استاذ جورج بانني انا ما كنلتجئش للشعوذه. راه قلت لك غنادي راسي ونادي راجلي، ما يمكنش. وانا قصدي الانجاب، راه ماشي. انا مصدقك اليك، انا مصدقك اليك، بس هو تاثر بالشكوك ديالو. هذا هو مش مصدق. على كل حال بشكرك على مجيئك. صحيح ما نجحنا، ممكن الله بيهديه بالمستقبل، ما بنعرف، ولكن هلا بدك ترجعي لوحدك على المغرب مثل ما جيتي، وبعتبر انه فشلنا نحن بهالمحاوله، وبس سعدنا انه شفناكي. تحياتنا الى المغرب والى الدار البيضاء. شكرا. بس الامثولة انه اللجوء الى الشعوذة بيخرب البيوت. ما نجحنا، ربما ننجح بقصص تانية في مصالحة الشخصين. اذا الى اللقاء. قيل في الإسلام إن الإصلاح بين الناس عبادة عظيمة يحبها الله سبحانه وتعالى. هذا ما نقوم به، وهذا كل واحد منكم بيقدر يقوم فيه حول بيته، بمجتمعه، بالبيئة اللي عايش فيها. وهذا اللي شيء رح نحاول نعمله اليوم بالقصة اللي من مصر، وهي قصة خلاف بين زوج وزوجة. بدنا نستقبل السيد محمد. اهلا حبيبي، اهلا محمد، تفضل 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 سيد، كيفك؟ الحمد لله. قصة السيد مع زوجته في خلاف مش جوهري، ولكن خلاف نشأ من هذا الوضع اللي عم بيحكينا عنه. يعني محمد كان عم بيشتغل وماشي الامور، اخذ بيت وعنده زوجي وعنده صبي وبنت، عنده يوسف وجانا. يوسف عمره 4 سنين، جانا 3 سنين، وكانوا عايشين مع أحلاهم، ما في أي مشاكل. ولكن ضيق الأحوال جعل من يوسف أنه يتأخر شوي في سداد الأجار، في الإنفاق على البيت. يعني صارت يده قصيرة شوي. ظاهر زوجته السيدة سحر تحملت
تحملت قد ما فيها، بالاخير ما عاد فيها، اخذت الاولاد وذهبت الى منزل والدتها، مش هيك؟ ايوه. بقى صار لكم الان سنه سنه ان شاء الله بإذن الله. منفصلين. وسحر طلبت الطلاق. طيب السبب هو فقط لانه مش قادر تصرف على البيت ولا في اسباب؟ لا، هو عامه تكاليف الايجار، يعني احنا عندنا في المنصوره تكاليف الايجار من 1200 حد اقصى، حد ادنى 800 900، غير الاكل والشرب، غير مصاريف العيال، ابني وبنتي، وغير المدارس والكهرباء والميه وخلافه. فاصبح ان انا لو احنا حسبناها صرت مكسور، يعني انت مكسور. يعني يا دوبك انت عندك مرتب ثابت؟ عندي متغير مش ثابت، في وسط مش ثابت حسب الشغل يعني. حسب الشغل، شغال بالانتاج، يعني يوم ما بتعب ببقى قاعد في البيت مش محسوب لي، مفيش مصاري. غير ان ايجار 1200 جنيه 1200 جنيه، انا يوم ما يطلع لي 800، لو بشتغل اوفر تايم مثلا ممكن اتحصل على 1200 1500. نعم. ده بس ايجار، ما بالك بقى الاكل والشرب والمعيشه والمصاريف الاولاد غير البامبرز وغير كده وكده وبعد ما حكيت بالطبيب ده غير الطبيب وغير الحياه المعيشيه، يعني تكاليفها صعبه، غير الغلاء اللي احنا عايشين فيه اصلا. شو اللي حصل؟ هي سحر ما عاد تتحمل؟ هو حلو، بس يعني بدات الحياه بقى لما يعني بدات الديون تكتر، بدات تستلف واقترض. يعني زادت الدين زاد اكتر، يعني في بقى في اقتراض واقترض، بقى اسد في القرض ولا اكل ولا ادفع ايجار، بقى الحمل زياده عن اللزوم. صحيح. في الفتره اللي احنا عايشين فيها، وما كنتش انا بقى بسد فيها، فاضطريت بقى مثلا اللي انا مثلا ابيع السفره، ابتديت ببيع السفره. طيب تبيع العفش يعني؟ ابيع في العفش. هعمل ايه؟ ما انا عشان اكل عيالي وكذا واسد قروض لازم القرض ليه ميعاد، لو ما سددش ممكن يصبر على شهر، بعد كده ممكن يضطر اللي هو يتقاضى او يلجا للقضاء، يبقى صعبه بقى. يبقى انا لا طلت مثلا ان انا كفيت بيتي، وفي نفس الوقت اللي انا ابقى قاعد محبوس في السجن لا قدر الله. فظروف المعيشه يعني ضغطت عليا، تركت البيت يعني بعد الزهق والتعب والمناشدات، وغير ان اصلا لما تكون عمليه مشادات، يعني مشادات كلاميه وكلام ده. والدتها بدات تتدخل بقى، انت مالك مكسوره في ايه، في زعل، في كذا. بصراحه هي في الاول ما اشتكتش، بس بعد فتره بقى بدات المشاكل تكتر، الديون زادت. الفتره اللي احنا قاعدين فيها كساد، يعني ما فيش فيه شغل وما فيش اي حاجه بعد الثوره. ان شاء الله ربنا يكرم يعني، وربنا يصلح الاحوال. بس الوقت اللي احنا عايشين فيه يعني انت مثال عن يمكن ملايين الامثله في مصر وفي زي شباب الكثير من الدول العربيه، وكل بيت فيه مشاكل. بس الاحسن او يعني الاصلح اللي احنا يعني كان نفسي ان هي تكون نتفاهم الامور بتريث. يعني ما بعرف انه السبب فقط مادي لانك مش قادر تقوم بمصروف البيت، ولا في شيء اسباب والله أخرى؟ هو مادي، يعني هو مادي. حكيني بصراحه احسن ما اتفاجئ بروايتها. ان شاء الله. لا هو مادي. اي مشاكل تانية حتى لو في حاجه انا شو مثلا؟ شو في مشاكل تانية؟ يعني مثلا عصبي شويه طبعا، في يعني اي والظروف بتخلي الانسان يصير عصبي طبعا اكثر. طبعا لو اي واحد دكتور ولا حاجه يقول لك ان العصبيه سببها لها اسباب. طبعا مثلا انت واقف مع واحد بتشكل تحت عشان مطلوب ان انا ادفع قرض معين وكلام من ده، فهي تكلمني في حاجه ثانيه وانا كنت في موال وده في موال. فطبعا الانسان طبيعي، انا ناقصك ولا ناقص مثلا اللي تحت ولا ايه. فيعني حتى انت مش قادر تتحمل بقى. انا بتحمل وكل حاجه، بس الظاهر ان الزوجه جت الفتره دي هي اللي مش متحمل، وكل حاجه يعني ان شاء الله باذن الله هتبقى. طيب انت جيت لهون، مع انه القصه يعني منا كثير صعبه، بس انت جيت على هالاستوديو بدنا نساعدك تحل هالمشكله. انما انت شو بدك تقول لها لسحر؟ طبعا كأي زوج انا بقول لها يعني لو جينا نبص حوالينا هنلاقي ان الدنيا مش مستاهله ان الواحد يزعل او يسيب او يهدم اسره، بمعنى اصح. الدنيا مش مستاهله ان الواحد يهدم اسره، لكن الفتره العصيبه اللي احنا عايشينها دي كلها تستاهل الحكمه واليقظه. ده حلو شعر. بس بالعمليا شو بدك تقول لها؟ عمليا ان انا ممكن اشتغل اكتر واكتر، وبدل ما انا اشتغل يعني، بس انا برضو عارف ان ظروف البلد صعبه، وان حتى لو اي شركه او اي مصنع او اي حاجه قبل يشغل واحد
يعني هو يعني الظروف متبهدله في البلد كلها، فالعماله اوقات ساعات بقت قليله. سمعنا روايتك كلها. هلا نحن ارسلنا الدعوه الى سحر، خلينا نشوف سوا ايه اللي حصل. هاي جورج، مشوارنا النهارده في المنصوره، يعني تقريبا 150 كيلو من القاهره، علشان نسلم دعوه الحضور لمدام سحر مصطفى. جورج، احنا كده فاضل لنا 48 كيلو على المنصوره. سحر مصطفى. ايوه. انا اسماء من برنامج جورج قرداحي. اهلا وسهلا. حضرتك عندك 28 سنه صح؟ ايوه. وعندك طفلين تقريبا؟ اساميهم ربنا يخليهم لك. حضرتك معاكي دبلوم تجاره صح؟ ايوه معاكي دبلوم. طيب دي دعوه حضور من البرنامج اللي اتمنى ان حضرتك تيجي. قبلتي الدعوه؟ ايوه قبلتها. طيب الاعداد هيكلم حضرتك وننسق معاكي المواعيد وهتيجي امتى؟ والله انا لسه جورج قرداحي. جورج، مدام سحر مصطفى قبلت الدعوه. يعني مش سهل المشوار من القاهرة إلى المنصورة، ساعة ونص. ده 150 كيلو، 150 كيلو على البسكليت. الله يعين ساعات البريد. على كل حال سحر وافقت وصارت بالخارج منتظرة إشارة منا. راح بختصر الموضوع انه الاخ سيد هو زوجها لسحر، ولكن منفصلين صار لهم سنة. اجى اليوم على الاستوديو لحتى يعتذر منها اولا ويدعيها انها ترجع الى منزلها الزوجي، لانه كانت تركت البيت لما ضاقت الاحوال امام زوجها، ما في شغل، مش قادر يصرف على البيت، مش قادر يدفع الاجار، تراكمت الديون عليه. اذا هي راحت لعند امها، لانه امها قالت لها تفضلي تعي نقدر نعيش سوا بالمعاش اللي تاخذه الام بعد وفاة زوجها. على كل حال بدنا نتابع كل الرواية. هلا سمعنا النص، بدنا نسمع النصف الآخر بعد ما نستقبل سحر. تفضلي. أهلا أهلا بست سحر. أهلا بعيوني، تفضلي. أهلا وسهلا. كيف أحوالك؟ الحمد لله. لما سلموك الدعوة كنت محجبة؟ بس كان الحجاب اسود يمكن. كان اسود. هلا حضرتي فاتح. يا اهلا وسهلا فيكي. الله يخليك. انت مين عايشه بالبيت هناك؟ عايشه في المنصوره. في المنصوره مع مين؟ مع والدتي. مع والدتك. وكيف الاولاد؟ قالوا لي عندك ولد وبنت، يوسف وجنى. يوسف. الله يخليهم. ماشي حالهم؟ ماشي امورهم؟ الحمد لله. مالك هيك مثل كانك خايفه ولا مستغربه؟ مستغرب ليه؟ عشان شفت حضرتك بس. سحر، يعني شو بدي اقول لك، مش انا اللي دعوتك الحقيقه. انا البرنامج هذا برنامجي، بس انا وسيط بهالبرنامج. يعني وسيط خير. بيجي شخص هو بيوجه دعوه من خلالي انا الى شخص اخر، مثل ما حصل. يعني في شخص اجى قال لي والله تدعي لي مدام سحر لانه بدي احكي معاها. بقى دعوناكي وجيتي واهلا وسهلا فيكي. ان شاء الله يخليك. بدك تعرفي مين دعاكي؟ بتحبي تعرفي مين دعاكي؟ مين؟ طلعي بالشاشه هون. عرفتي؟ وشو اخباره هذا الرجل؟ واصلا هو البرنامج ده ايه؟ البرنامج هذا اسمه المسامح كريم.
البرنامج يعني في مسعى خير، في بسيطة، ما في شيء بيجبرك. سحر لحظة ولو هيك بيمشوا ولو. ما كنتش اعرف اللي يحصل كده. انت جاي لعندي شو بدك فيه؟ انت تعي عادي، شفتي صورته مسكر الصورة عادي ولو. ما كنتش اعرف اللي هيحصل كده بقى، انا ما اعرفش هو برنامج ايه. عادي تقول لي شو البرنامج. تفضلي استريحي ولو. كنت جاي مبتسمة. وهذا البرنامج اسمه المسامح كريم. يعني في ناس بيكون عندهم مشاكل بين بعض، بيلجأوا لعندي لحتى أنا حاول، انتبه، حتى أحاول إنه حل المشاكل. مش معناتها بحل المشاكل، يعني بتتوقف على الشخص. إذا كان المشكل عويص وكبير ما فينا نحله، بس إذا مشكل تافه ممكن نحله. لا مش عايزه اتكلم حاجه. تقلك شو هو بعت لك رسالة، راح بقرا لك اياها الرسالة، اسمعيها وبعدين بتحكي. بيقول لك: زوجتي الحبيبة وأم أولادي سحر، تعرفين يا سحر أن العين بصيرة واليد قصيرة، وأنني كنت أتعب كثيرا كي أحاول أن أجعلك سعيدة معي أنت والأولاد، لكنك تعرفين كذلك أنني لم أحب غيرك، وأنني أبذل ما في وسعي حتى أسعدك وأسعد طفلينا يوسف وجنى. ولذلك دعيني أقول لك أنني مصدوم من تركك للمنزل، ومن أنك تحملت كثيرا، ثم الآن لم تعودي قادرة على المزيد من التحمل، وسأحاول قدر استطاعتي أن أعوضك. يا سحر، لعلك تذكرين مصيف جمصة وأيامنا الجميلة هناك، وتعرفين أنني رغم كل شيء فأمك هي أمي، أشيلها على راسي وهي تعرف ذلك أيضا، ولذلك أنا أعتذر لك ولها، ودعينا نرجع للعيش سويا ونجعني. معلش وقفت كتير. وقفت. طيب كنت مقدرة أنت هالظروف المرأة فيها مصر، يعني كل الشباب اللي مثله بتصور عانوا نفس المعاناة. البلد ما عادش فيها شغل، يعني البلد مرقت بثورة وكل شيء تعطل والأشغال وقفت، وهو يعني رجل حتى مش موظف، يعني هو بيشتغل باليوم، مش عنده معاش ثابت. فكرتي بهالشيء؟ فكرت كتير، بس انا استحملت كتير، انا بقالي 11 سنه على هذا الوضع. طيب بتفكري بالاولاد مثلا كيف حيتربوا، كيف حيكبروا؟ يوسف مين حيصرف عليه؟ جنى مين حيصرف عليها؟ مين حيعلمهم؟ مين حيكبرهم؟ فكرتي بشيء؟ انت بتشتغلي شيء؟ لا. فتشتي؟ جربتي تشتغلي؟ ما جربتي. يا سيد بدي اسمعك هلأني، طالما صرتوا هون وام يوسف صارت موجوده هون، بدي اسمعك تقول لك كلمتين الكم زمان ما حكيتوا مع بعض. سمعها صوتك بالاول. انا بقول لها يعني ان الامور كلها ممكن تتحل. ابدا، خليني انا اسمعه، لانه خلينا نسمع، لانه خلي يقول شيء، انا بدي اساله شيء، خليني. ايه الا لشوف. انا بقول لها الامور كلها ممكن تتحل، وممكن مثلا والدتها عندها شقه في الدور الثالث، يعني ممكن نوفر من الايجار اللي احنا بندفعه بره. انا دلوقتي اصلا يعني انا عايش عند والدتي دلوقتي، والدتي متوفيه بس عايش في الشقه بتاعتهم. تركت الشقه انت؟ تركتها خلاص، يعني انا تركتها وقاعد فتحت شقه والدتي الله يرحمها وقاعد فيها. ما عادش عنده يدفع ايجار، ترك الشقه. فهي والدتها عندها شقه في الدور اللي هي صغيره بس حلوه، يعني في الدور الثالث فوقهم. فممكن احنا ممكن هي يعني مثلا ممكن نقعد عندها او تستضيفنا وكده، يبقى احنا وفرنا الايجار مع الشغل اللي انا بعمله والحياه تمشي. لكن ان الموضوع تفضل كده ما ينفعش، ده ما ينفعش. ان الامور لازم تتحل، لازم نشوف حل. يعني انا بفهم منك سيد بدك ترجع انت وسحر بس لانه في شقه بالطابق الدور الثالث عند امها، ولا بدك ترجع لانه اشتقت لها واشتقت للاولاد؟ ايوه طبعا اشتقت لها طبعا، ومع ذلك في حلول كتيره. يعني ان كانت ان المشاكل الماديه
الشقه بتاخد 3/4 المرتب. صحيح. اكتر من 3/4 المرتب. فممكن صحيح. والدتها عندها شقه في الدور الثالث خلص شفنا. بس انت هلا عم تشتغل شيء؟ هي عم تقول لك المشكله مشكله فلوس. يعني ما قالتش انه ما بتكرهك، بس قالت المشكله مشكله فلوس. انت مش قادر تعيل الاسره كلها وهي عايشه مع امها وماشي الحال. طب ما ايه المشكله اللي انا ارجع لها؟ مش هرجع تاني. انت مش حترجعي تاني، بس انت قلتي لي قبل انه المشكله، قلت لك اذا صار عنده فلوس، ولانه المشكله فلوس. كان بقى كانت فلوس. كان الاول. هلا مش فلوس. شو المشكله هلا؟ تكرهي ما عادش زي الاول بقى. ما بتحبيه بقى. وما بتفكري تعيشي معه بقى. السبب اطباعه، اخلاقك صعبه كمان، انت عصبي. يعني والله احنا لو جينا على العصبيه، يعني ان كانت الظروف يعني مش مسامحه، او المشاكل اللي بتحيطني دي مأثره على تجاوبي معاها واتنرفز والعصبيه دي بتظهر، فممكن الامور تتصلح ان شاء الله باذن الله. ليك سيد في سبب لحتى نفرت منك بهذا الشكل؟ ممكن يعني عشان مثلا التعامل معها في حد ذاته بتعامل بعنف شويه، بس مش عنف بالايد او بعنف، يعني بعملها يعني. ما هو في عنف مش ضروري بالايد يعني. يعني اذا بتضلك تزعق كل النهار وتصرخ عليها بقى هذا عنف اقصى من الايد. انا بقول لها ان انا ممكن ان شاء الله باذن الله بعد ربنا يصلح حالي واشتغل ونمسك نقط الخلاف او نقط الجوهريه في المشكله اللي احنا فيها، ابدا احسن من شخصيتي شويه معاها في موضوع العنف والعصبيه دي ان شاء الله باذن الله. بس ما طلقته بعد هلا؟ ليه؟ مش عايز يطلق هو؟ ما انا طلبت منه هو ما مش عايز. لانه متمسك فيكي ما بده يطلقك. ليش ما طلقتها بعد؟ يعني انا على امل ان ربنا يكرمني خلال الفتره اللي قعدت فيها، وهي اكتر من سنه، يعني قعدت سنه بشويه، ان الامور تتظبط وتتصلح ويكون في حل وسط او وسيط او حاجه، ربنا يهديهم ويهدينا يعني. اسمعيني كويس، انت جيتي بالاول واستغربتي ونقزتي، وبعدين شفتيه حبيتي تمشي، بس مش هيدي الحياه، مش هي دي الحياه مثل ما بتقولوا. انت امام فرصه يمكن ما تتكرر مره ثانيه. ممكن اليوم ترجعوا لبعض وترجعوا تضموا الاولاد مع بعض، بتقعدي بيقعد مع امك، بتقعدوا بالشقه بالطابق بالدور الثالث مش عارف شو، انما ظروفه الماديه الرجل ما في شغل. يعني هيدي معاناه ملايين الشباب بمصر وبالدول العربيه اللي فيها مشاكل، فيها ثورات وفيها مش عارف ايه. بقى لذلك ما الست بتفكر، بتتحمل، بتوقف جنب زوجها اذا كان فعلا بتحبه وكان في حب. عم بتقولي ليش راح الحب؟ هو انا ما بحبش اقطع حضرتك، بس انا لو كل واحد يعني حصل له وعكه في ماديه او صحيه او حاجه، وان الواحده او الزوجه تطلب الطلاق، كان 3/4 المصريين كلهم مطلقين ومطلقات. كلامه صح، كلامه صح. بدي اسالك سؤال، هل عنده اخطاء كبيره؟ مدمن، يسكر، يلعب قمار، بخيل، شو عنده شو عنده اخطاء؟ لا ما فيش. بس ما عندوش فلوس، هذا خطأه البس، مش بيده هذا بتسألي عنه غير ناس السياسة يعني اللي وصلوا الوضع إلى هنا. شو بيرضيكي أنت؟ هاتي لشوف. إيه اللي بيرضيكي؟ بيرضيني زي أي واحدة ربنا يرضيها. طيب راح أعطيكي 30 ثانية فكري وتعطيني الجواب، أوكي؟ مش عارفة. بعرف صعب يعني صعبة، بس بدك تفكري، بدك تفكري يعني بدك تحطي الشيء الأساسي أمامك. هل أنت بدك تكملي حياتك هكذا
انت جايبه اولادك معك؟ يوسف معك؟ لا انا معايا جنة. عم بيقولوا لي يوسف هنا. يوسف تعال تعال هنا. ازيك؟ ازيك حبيبي؟ ازيك يوسف؟ اقعد جنب الماما. صوروا لي يوسف مظبوط، خذوه كويس. ايه الاخبار يوسف؟ كويس؟ مرتاح مع الماما؟ بيوحشك البابا؟ البابا بيوحشك؟ بتشوفه؟ عايز تشوفه؟ تعال روح هناك، روح لعنده. اقعد معه. طيب هلا يعني لازم انت تصفي نيتك، تصفي افكارك، تاخذي قرارك، فكري على مهلك. يوسف صار هون، واذا بدك تشوفيه بتقولوا له افتح يا سمسم، نفتح لك هالستار. طلعي هناك، طلعي على الشاشه. شوفي يوسف عم بيناديك. يلا قررتي ايه؟ خلاص ماشي ايه؟ شو ماشي يعني؟ مسامح كريم بقى. مسامح كريم؟ يخرب ذوقك. بيغير عليكي معلنا هو؟ ايه؟ بيغير عليكي؟ لا ما بيغير؟ يخرب ذوقك. تعال هلا بقى الباقي عليكم. انا عملت اللي علي، الباقي عليكم انت وهو. ترجعوا تتعاونوا مع بعض، بتشدوا على ايد بعض، تطلعوا الى المستقبل مع بعض ومع يوسف. طيب انا بتشكرك، عذبتينا شوي، انت صعبه، روقيها شوي. بعدين ليكي يعني خلينا نحكيها امام العالم كلها. الفلوس مش كل شيء بهالدنيا، مهم هذا القلب، مش هيك؟ وانت بدك تروق عليها، بدك تهدى. ولما بيعصب بتكلمينا. خلاص ما بقى نترك البيت. ايه؟ خلاص مع السلامة. مع السلامة. تفضل. فهموا سوا. يلا ماشي، تعبتنا بس بالنتيجة لقينا. على كل حال راح نروح إلى قصص جديدة دائما مع المسامح كريم. شكرا. الأبناء دائما بيغلطوا، بيفكروا حالهم أذكياء، بيتزاكوا على أهلهم ويعتبروا أهلهم إنه صاروا دقة قديمة ما بيفهموش وهم بيفهموا أكثر. بنتك حالتها زي كل الحالات الشبيبة الصاعدة. دي مش بنتي محجبة، بنتي كانت حافظة 12 جزء من القرآن. دي شكل واحدة أبوها حافظ كتاب الله، أبوها كان متعلم أزهري. دي شكل واحدة أبوها أزهري. دي شكل واحدة أمها كانت بتقعدها وتقول لها الصلاة إزاي حتى لو هي راجعة علشان ترضى تسامحني يا حجي المفروض ترجع بالطريقة اللي أنا أحبها تبقى عليها. اسمعي، بدنا نوصل، ما وصلنا لهون بعد. اسمعيني شوي. كل اللي عم تحكيه صح وسليم، وبنتك أخطأت خطأ فادح جدا، ولكن بدنا نعذرهم على سنهم بالأول، بدنا نعذرهم على جهلهم ثانيا، وبدنا نعذرهم على رفاء السوء ثالثا. في أعذار، ما نحن ربينا. إذا نحن ربينا وطلعت هيدي النتيجة، نحن مسؤولين أيضا. أنت مسؤولة. إزاي؟ أبوها الأزهري مسؤول. إزاي؟ لأنه إذا وصلت لهنا معناتها لنا يد في ذلك. نحن. يا أستاذ جورج، إحنا كنا بنربي. يا أم محمد خليني أكمل. مش هي وحدها المسؤولة، برضو البيئة اللي حواليها مسؤولة، بيتها مسؤول، أمها مسؤولة،
انت كمان مسؤوله. فين؟ انا مسؤولة بحاسب إنك نفسي كل إنه يوم، وصل بحاسب على راسك. نفسي ايه اللي انا غلطت فيه. بس قلتي غلطت ان انا كنت بقول لها ذاكري مع صاحبتك. اسمعي يا اخيتي، لما انت اسمعي، لما كانت تذاكر مع صاحبتها وصاحبتها قالت لها خذي حبوب عشان تصيري صاحيه وتصيري ناصحه وتصيري تعرفي تذاكري، انت وين كنتي؟ كنت معاها في البيت. ليش ما انتبهتي؟ هنتبه لايه؟ اما انا انتبهي إنه قدامها بنتك- بدخل بلاقيها إنه بنتك- بتذاكر. انه بنتك في شيء تغير بسلوكها. ما إنه تغيرش، بنتك- ما تغيرش حاجه. لا تغير، ما كانتش تنام. لا ما كانت بتذاكر. بس ما كانتش تنام. بتذاكري قالت لي اه يا ماما انا بذاكر. اما انا بدخل بشقر عليها. يعني تقول لك شو؟ تقول لك يعني هي مخطئه، بس مش هي وحده مخطئه. عشان حتى لو انا عشان نبدا من سهوا هنا. غلط. نعم. انت متاسسه صح. ليه؟ وين ليه؟ كنتي طيب؟ ليه؟ طيب هل الطريقه اللي مارستيها معاها، هل الطريقه اللي مارستيها معاها يعني حبستيها في البيت ده كان الحل؟ حبستها بعنف، حبستها بضرب، حبستها بقسوه؟ لا، حبستها قلت لها اقعدي، مفيش خروج، مفيش. انت عارفه اللي بيدمن بصير غصب عنه. ماشي، انا ما كنتش بصير الشيطان كانت ساكنه. ارتمت في حضني وقالت لي انا عايزه. مش قادره، ما هي عيله. ليه؟ هي صغيره، هي بنت ليه ولد. مش قادره؟ ليه مش قادره؟ ليه؟ ولد. هي بتقول ان عيلة. انا امها واختها، ليه مش قادره؟ يعني انا امها واختها، تحكي لي عن صاحبه وتحكي لي عن راح فلان وجه فلان، وما طيب. تحكيليش على ادق التفاصيل حياتها. هلا انا حكيت اللي بدي احكيه، بس انا بحب اسمعها هي لانه ما سمعتها، صوتها ضعيف. وطلعي فيها انت، شوفي كيف حالتها مكسوره ومهزومه. مش اكتر مننا. والله طلعي فيها انت. والله ما اكتر مننا. يا ملك طلعي فيني هنا. ملك طلعي فينا. طلعي هنا. يا ست عايدة، عم بتشوفيني؟ ست عايدة أنا هنا. طلعي الماما، قولي لها اللي عايزة تقوليه. عايزة أقول لها تسامحني. تفتكر قولي لها يا محمد، ردي عليها. كانت سالت، كانت جت وقالت ده ايه؟ وانا كنت عرفت زي ما انا لقيت شريط البرشام ونزلت للصيدلي. ليش ما شكيتي همك؟ وسالت ده ايه وعرفت ده ايه؟ ليش ما شكيتي همك لوالدتك؟ هي حتى يعني التلفزيون دلوقتي بيوعي الناس كلها وهي صغيره. كانت خايفه بتقول. مش حاجه اسمها خوف، انا مش بمسك عصايه. انا يعني فيكي تمنعي واحد، فيكي تمنعي حدا يخاف؟ خايفه حتى لما عرفت ما ضربتهاش. عارفه انه عندها ذنب وهي يمكن مخجوله من الذنب ده، مش خايفه، يمكن مكسوفه تقول لك. اختارت السكه الغلط يا ستي، اختارت ما اختارتش السطر الصح. لقيتها غلط وندمت. اختارت السكه الغلط، لقيتها غلط، اكتشفت انه غلط، تعلمت، ندمت، رجعت، بدها ترجع لامها. قلت لها امها لا، خليني اقعد شوي. ملك اذا بدك تحكي حبيبتي فيكي تحكي شوي بليز، يعني بسيطه، شدي حيلك. طالما اخذتي هالخطوه الجريئه وجيتي على هالبرنامج وصرتي هون، الماما صارت هون، ما حدا جبرك تجي، بقى تفضلي احكي لها. يعني لازم تطلعي شوي من هالانكسار والهزيمه اللي عايشه فيها. طلعي بامك وقولي لها اللي بدك تقولي لها اياه. يلا ارجوكي بليز. مالك صرخي بيديك؟ ها؟ بدك تقولي لها شيء؟ شو بدك تقولي لها؟ قولي لها، طلعي فيها هناك وقولي لها.
طيب تطلعي فيني انا، فيك تطلعي فيني انا؟ ملك تعبانه انت. خلص مش حاضغط عليها اكثر من هيك. بنتك متاثره، بالاول كانت جاي شوي يمكن مش مستنظره منك هالموقف، بس شكلها رجعت لورا. هي اتهمتني ان انا اسي. نعم هي اتهمتني ان انا اسي علشان حبستها، مجرد ان حبستها خلص في البيت. ليك دي بنتك، يعني كثير صعب واحد يفوت بمصالحه بين ام وبنتها. يعني عاده الام وبنتها ما بيتخانقوا بحياته، بتاريخ العالم الام وبنتها ما بيتخانقوا. يعني لما يقولوا في خلاف بين ام وبنتها بيقولوا خلاف بكره بينحل، بس انت المساله بين ايديك. هيدي البنت هون وهي البنت بدها مساعده. هل انت قادره انك تساعديها؟ قادره ترجعي تضميها وتاخديها وتحضنيها؟ هذا القرار بيرجع لك. انا عملت اللي علي، كنت ضيعتيها، صارت هون موجوده بين ايديك. بتحبي ترجعيها معك على بني سويف، هي موجوده. ما بتحبي مثل ما جيتي ترجعي مكرمه معززه، وانا بشكرك على ثقتك، بس بدي منك جواب. بتقولي مسامحتيها، نفتح الستار وبتحضنيها. بتقولي لا، كل واحد بيرجع لمكانه. ترجع هي على حياتها بالقاهره، هي موظفه عم تشتغل بوظيفه وعم بتنام عند وحده صاحبتها، وانت عايشه لوحدك انت وابنك ببني سويف، كل واحد بيعيش حياته. فيا ام محمد ارجوكي بدي قرار منك. مش عارفه. مش عارفه ولا مش قادره؟ سامحها. نعم سامحها. سامحتيها؟ ما سمعتك. سامحتها. المسامح كريم. سامحتها يا جماعه، بس ما سمعتها. تفضلي تفضلي يا محمد. ام محمد، اولا انا بقول، انا مكانك بقول الحمد لله انه موجوده وعايشه وقادره تحضنيها وتغمريها. في ناس انحرموا من ابنائهم كانوا مدمنين، انحرموا، في عيال انحرمت من ابنائها وكانوا مدمنين. الحمد لله، اشكري ربك انك بعدك قادره تحضنيها وترجعيها، وهي صار لها 4 شهور موقفه عن الادمان. سامعه؟ بقى هلا الحمل عليكي والمسؤوليه عليكي. بدك ترجعي انت وياها تاخديها. اشتاقت لحضنك، اشتاقت لكتفك. شوفي بقى، بس ساعديها، بدها مساعده لانه تعبانه.
تعبانه نفسيا. يلا بالسلامه ان شاء الله. انت هون خلص فهمنا، رجعتي لليوم. يلا تفضلي. عن جد يعني ما تأثرت وما تعبت بقصة مثل هذه القصة. البنت مثيرة للشفقة بعد ما كل اللي حصل معها، بس الحمد لله رجعت إلى كنف بيتها، إلى كنف أمها، وإن شاء الله تضل صامدة، ما ترجع توقع بهذه المصيبة اللي كانت فيها، مصيبة الإدمان. وبها القصة هذه في رسالة إلى كل هيك البنات والشباب الجامعيين، يتعلموا وما يأذوا نفسهم وما يأذوا أهلهم. إلى اللقاء دائما مع المسامح كريم.